فتح عضلات فيديو جديد. وحشتوني جدا يا جماعه، انا بقالي 6 شهور او اكتر ما نزلتش اي فيديوهات هنا على القناه. النهارده انا جاي اعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين. انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اعيد عليكم. خدوا بالكم ده فيديو انا مش جاي اجرب كعك العيد، يعني حتى اصلا مش منطقي، يعني مش معقول هجرب لكم كعك العيد عشان تقرروا تشتروه منين في العيد نفسه، مش منطقي تماما يعني اكيد. وكمان ايه، لو انا هعمل لكم فيديو عشان اجرب لكم كعك العيد بحيث اساعدكم في قرار الشراء والكلام ده، اكيد مش هجيب نوع واحد واجربه في الفيديو، اكيد يعني هجيب على الاقل 3 4 انواع عشان اقول لكم ايه افضل نوع ممكن تشتروه. واكيد كمان هعمل الفيديو قبل العيد باسبوع مثلا ولا حاجه. لا انا جاي يعتبر اللي هو في الفيديو ده جاي اعيد عليكم، وهجرب العلبه ديت كنوع من المشاركه، اللي هو وانتوا بتاكلوا الكعك في العيد تتسلوا بان انا ايه بشارك معاكم الموضوع ده. انتوا فاهمين قصدي؟ انا فيديو ترفيهي كده وجاي اعيد عليكم. انا ما شفت يا جماعه، انا بقالي 6 شهور وانتوا وحشتوني، انتوا وحشتوني جدا، ما نزلتكوش فيديوهات من زمان فوحشتوني جدا. فانا جاي اعيد عليكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. طيب بصوا يا جماعه، دي علبه كعك العبد مشكل 3 كيلو. طبعا هو اصلا العبد بيعمل علب من اول كيلو لحد 6 كيلو كمان، وفي كمان بيعمل اللي هو العلب الصغيره دي بتبقى نصاص كيلو، حاجات بقى ايه نوع واحد، يعني مثلا علبه بسكوت ساده، علبه بسكوت برتقال، علبه مش عارف ايه الكلام ده. لا انا قلت ايه اجرب لكم في الفيديو علبه مشكله. زي ما بقول لكم هي مش تجربه، هي مشاركه يعني. لو وحشتكم اعملوا لايك، تمام؟ لو وحشتكم اعملوا لايك. شايفك اللي مش هتعمل لايك يا ابني، ما شفتكش من 6 شهور، انت في ايه يا جدعان؟ بلاش المعامله دي يا جماعه، بلاش المعامله دي. ايوه دي علبه يا جماعه ايه انا عمال ارمي في الارض. عادي عادي عادي، هنظبط بعدين العلبه دي يا جماعه فيها 158 قطعه، 10 اصناف مختلفين. تعالوا كده نفتح. تعالوا اوريكم عامله ازاي، مليانه الكاميرا بس عشان الواحد يا جماعه، الواحد اصلا عشان ما صورش من زمان مش اخد على التصوير. عارف انت يا جماعه اكتر حاجه رخمه في الموضوع ده اللي هو لما ما تصورش من زمان تيجي تصور تحس الموضوع غريب يعني. شايفين يا جماعه الحلويات، حاجات يعني. في بس يا جماعه حاجه انا استغربتها جدا لما جبت العلبه ديت، ان بصوا مكتوب ايه العلبه من ورا، مكتوب عليها يناير 2026. تمام؟ طيب حلو، بس مكتوب بقى جمله غريبه جدا: تاريخ الانتاج والانتهاء مدون على العبوه بالداخل. ازاي تاريخ انتاج وانتهاء يبقى على العبوه من الداخل؟ يعني الطبيعي ان انت لما تيجي تشتري حاجه يكون مكتوب عليها تاريخ الانتاج والانتهاء من بره، انما ان انت تشتري وتتفاجئ بقى بعد ما تفتح تبص جوه تعرف التاريخ، يعني ده عمري ما شفت كده. طبعا بصوا كان مكتوب ايه المكونات، نبص كده على المكونات بسرعه مكتوب ايه دي: قمح، سكر بودره، بيض، بياض بيض، سمن بقري طبيعي، زبده بقري طبيعي، دهن نباتي، لبن بودره، ماء، نشا ذره، فانيليا، سمسم، خميره جافه، بيكنج باودر، كاكاو، شوكولاته بيضاء، حاجات كتير كده وعجميه. وعايز احنا هنستفاد ايه من المكونات؟ تيجوا يا جماعه نجرب وخلاص يعني. وانا هقرا لكم المكونات ليه؟ ما انت لو عايز تقرا المكونات ما تقراها انت براحتك انا بس واحد بقى جماعه منه ما صورش من زمان، بينه وبينكم يعني بيبقى مستغرب التصوير، فما تستغربوش يعني. اي حاجه غريبه عدوها، خلوا الامور تمشي كده، تمام؟ طيب اول حاجه ايه ده كل حاجة بصلاحية مختلفة. في حاجة تنتهي في شهر 10 وفي 11 وفي 9 وفي 5 وفي 8. فبالآخر هو التاريخ اللي بره ده بيديك تاريخ مبدئي عن العلبة دي إنتاجها بيبدأ من إمتى، لأن في حاجات كمان الإنتاج حتى مختلف. يعني أنت في عندك حاجات بادئة من شهر 1 وفي حاجات بادئة من شهر 2. الموضوع ده غريب جدا. بداية الإنتاج يعني حتى مش كلهم، يقول لك يناير 2026. وأنت الطبيعي الكحك معروف إن صلاحيته في المتوسط بتبقى 6 شهور، فانت تقدر الموضوع تقديريا كده. ما علينا. اول حاجه عندنا هنا يا جماعه في 18 قطعه بسكوت ساده اهو، اللي هو البسكوت المكنه العادي. طبعا هما مش كاتبين بقى من جوه، بس هي الحاجات يعني معروفه واضحه زي الشمس، يعني مش مستاهله ان هم ايه يكونوا كاتبين. اهي ده البسكوت الساده يا جماعه، تمام؟ شايفينه بسكوت ساده عادي جدا، اللي هو البسكوت المكنه اللي بيتفت في الشاي. طبعا يا جماعه انا اول مره اصور في المكان دوت، يعني قولوا لي رايكم فيه بصراحه. يعني ديت انتاج 4/2 بتنتهي 3/11 لسه بدري. اوكي ما خلاص انا قلت لكم الصلاحيات دي من البدايه، يعني
والهدف برضو الحاجات دي مش مهم ندقق عليها كتير، لان زي ما بقول لكم انا جاي اعيد عليكم، جاي مش جايين نفصص العلبه يعني. احنا بس مفيش حد هيشتري كعك في العيد، مفيش كعك بعد العيد. طيب بصوا يا جماعه، بسكوت مكنه عادي جدا، اللي هو البسكوت اللي بيسموه في بعض الحلواني زي مثلا حلوان الجمل بيسموه بسكوت زبده. حلوان الجمل بيسمي ده بسكوت زبده. تعالوا ندوق كده ونشوف. انا كل ايه ده؟ المفروض يا جماعه الناس اللي بتصور فيديوهات حتى من النوعيه دي، ده الطبيعي يعني، بتدوق وخلاص. انا عمال انا اكلت نص البسكوته ولسه حتى ما قلتش رايي فيها. يعني موضوع غريب. بما اني ما صورتش من زمان فمش فاكر الفيديوهات اصلا بتتصور ازاي. ده كويس اصلا ان انا عرفت افتح الكاميرا. مش فاكر. الواحد غصب عنه يا جماعه، هي دي مشكله اليوتيوب، ان انت غصب عنك ساعات ممكن بيحصل لك ظروف اللي انت بتبقى مشغول في حاجات بره اليوتيوب مش عارف تصور. ده اللي حصل معايا. كان تصوير فيديوهات زي ما انتم عارفين بياخد وقت، الموضوع برضك مش سهل. ساعات الواحد بيبقى ملبوخ في حاجات وكل ما يخلص من حاجه تيجي حاجه جديده فغصب عني. عشان بس انا برضك مش عايز اوعدكم اللي هو بقى خلاص الفتره الجايه هيبقى فيديوهات طحن وبتاع، لا انا برضك مش عايز اعشمكم بزياده، ولكن ان شاء الله ربنا يسهل الامور. بس انتوا بجد وحشتوني قوي قوي يعني. ان انا اغيب عنكم 6 شهور كامله دي بصراحه انا مش قادر اتخيلها اصلا. لا البسكوته دي بجد ممتازه ممتازه. جميله في ايه بقى؟ الجميل فيها ايه؟ انها متماسكه، حلوه جدا. ممكن اللي نخلصه نحطه بعيد. والله ما عارف يا جماعه، مش عايزين. تاني نوع معانا 12 قطعه بسكوت مشكلط. حلوه مشكلط دي. هو ده ده بسكوت مشكلط. شوفوا يا جماعه، هو بسكوت مشكلط، هو نفس البسكوت بالظبط بس شوكولاته مش ساده. ده حتى في حاجه غريبه، تلاقي الاضاءه ضاربه جامد في معلش انا مش عارف، حاسس في حاجه غلط في التصوير. ربنا يكون في عونكم بقى يا جماعه، معلش. ماشي، ممكن بقى نطلع ونشوف. شكله جامد ويشهي قوي صراحه يا جماعه. شكله فظيع، مرعب. بصوا شكل البسكوته، بسكوت مشكلط زي ما انتم شايفين يا جماعه، متغرق شوكولاته من بره. لو بتتفرج عليا وانت بتاكل كعكه دلوقتي اكتب لي كومنت. شفتوا بقى؟ ده هو من جوه نفس لون البسكوت الساده، بس هو عليه شوكولاته من بره. انا فكرت هيبقى من جوه كاكاو. هو حلو عشان يخسر الطعم. لا جامد بصراحه، متغرق شوكولاته من بره، رهيب، طعم رهيب، خطير فظيع قوي يا جماعه. من الحق ما قلتلكوش انا جايب اصلا العلبه دي بكام. انا جايبها ب 1100. كل اللي يخلص نحطه هنا كده في الاول. جميل قوي. اللي جاي بقى 15 قطعه كوكيز مشكلط تويست. اعتقد ده الكوكيز المشكلط. بصوا يا جماعه، اهو ده الكوكيز زي ما انتم شايفين. زي ما اقول لكم يا جماعه، ده مشاركه مش بنجرب حلوان العبد. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، الكوكيز من العبد من اكتر الحاجات اللي بحبها، لدرجه ان انا بشتريه في اوقات كتير جدا من غير حتى اعياد، من غير اي حاجه. بالذات بحب اجيب العلبه الميكس اللي بالفانيليا واللي بالشوكولاته. ده بصوا في واحده مترشقه جامد، يا لهوي. يعني بصوا ده يا جماعه، دي اللي هي العجينه نفسها لونها كاكاو وكمان عليها قطع شوكولاته. انما في نوع تاني بيبقى برضو عليه قطع شوكولاته بس العجينه اللي هي الساده، اللي زي البسكوت الساده دوت. بحب العلبه الميكس اللي بيبقى فيها الاثنين مع بعض، بس انا عن نفسي بحب اكتر ديت. بصوا جامده جدا. بصوا عليها بقى الشوكليت شيبس، عامله شغل عالي. ريحه الكوكيز في مناخيري هتخليني عايز اجري على الكوكيزايه. يا سلام. بصوا يا جماعه شكلها عامله ازاي، تحس عامله زي اللغم. عامله زي اللغم اساسا. جامده. حلوه قوي. كوكيز العبد دي ما عليهاش كلام. احلى حاجه بحبها اصلا. عايز اقول لكم كوكيز العبد دي احلى حاجه بحبها من العبد اصلا. جميله رهيبه. تحفه. في حاجه بقى يا جماعه معلش،
هو مكتوب ايه 15 قطعه كوكيز مشكله تويست، وبعدها مكتوب 15 قطعه بسكوت بقطع الشوكولاته. وانا استغربت لان في يعتبر نوعين كوكيز جوه، فقلت طب ازاي الموضوع ده غريب، في نوعين كوكيز وبعدين ده كمان ما يعتبرش مشكلط، لان كلمه المشكلط اللي هو متغطي خالص بالشوكولاته من بره. لما قريت الترجمه الانجليزي لقيت كاتبين ايه 15 كوكيز شوكولات كوتد تويست، يعني في 15 كوكيزايه متغطيه بالشوكولاته، وبعدها في 15 شوكولات كوكيز والشوكولات شيبس. يبقى اللي انا جربتها دي دلوقتي اللي هي مسميينها بالعربي ايه 15 قطعه بسكوت بقطع الشوكولاته، بس هي مش بسكوت، هي المفروض اسمها 15 قطعه كوكيز بقطع الشوكولاته اللي هي فيها شوكولات شيبس. انما بقى ال 15 كوكيز بشكل التويست دي اللي لسه هجربها لكم دلوقتي. يعني انا كده معلش يا جماعه اللي انا جربتها دي، انا بقول في نوعين كوكيز، انا استغربت هو في نوعين كوكيز فعلا. ده اللي المفروض اللي هي الكوكيز المشكلط التويست اهو. المشكلط دي يعني متغطي خالص بالشوكولاته، متشكلط كده متشكلط كده في الشوكولاته. بص اهو ده اللي مشكلط، شايفين متشكلط اهو، متشكلط خالص اهو، متشكلط خالص اهو. انما التاني ما كانش متشكلط اهو، ده اللي مشكلط، ده متشكلط، انما التاني هنقعد بقى طول الفيديو بقى في اللي متشكلط واللي مش متشكلط بقى، مش هنخلص يا جدعان، احنا مش فاضيين للكلام ده. اوبا ده كمان ايه حبه متشكلطين بالابيض وحبه متشكلطين بالبني، ايه ده كده ده شكلطه خالص على الاخر. انا عايز افصل اجرب واحده بيضه الاول، يعني عشان ايه اكسر الشوكولاته التانية يا جماعه اسمها كوكيز بقطع الشوكولاته اللي هي بالشوكليت شيبس، انما ده المشكلط تويست. بس ليه بقى اسمه تويست؟ ممكن تويست يعني عشان فيها حاجتين، انا بقول يعني كانوا يسموها 15 قطعه كوكيز متشكلطه خالص دي شكلها زي ما انتم شايفين متشكلطه، شوكولاته بيضه بقى يا جماعه يا باي. انا احب برضو الشوكولاته البيضاء، بس انا بحب الشوكولاته العاديه اكتر من الشوكولاته البيضاء. ليه الشوكولاته البيضاء بطبيعتها بتبقى محلونه قوي، بس شايفين يا جماعه عامل ازاي المنظر خطير. نجرب كده. واو يخرب بيت الميكس الجامد ده، بصوا عاملينها ازاي، بصوا بقى الصياعه هنا يا خبر. تخيل لما تبقى البسكوته جوه بني وفي شوكولاته شيبس من بره بني، يعني هي كانها نفس الكوكيز اللي فاتت بالظبط، بس الفرق انها متغطيه بالشوكولاته البيضاء. شايفين يا جماعه حاجه رهيبه، حاجه تشهي قوي. ايه ده طعمها خطير. انا قلت كام خطير دلوقتي الله، الواحد هين عليه حلاوتها كده كلها، الله رهيبه. وبعدين ايه الجميل في الموضوع، الشوكولاته اللي مغطياها من بره ان طبقه الشوكولاته غنيه سميكه، طعمها باين قوي اكتر من البسكوت نفسه كمان، فعامله ميكس رهيب. ده المشكلط التويست. اعتقد حاجه كلمه تويست ممكن يكون معكوسه، هنشوف بقى توقع صح ولا لا. بمعنى هنا الشوكولاته البسكوته من جوه بني، لكن الشوكولاته اللي بره ايه بيضه، عكسنها. ممكن يكون التانية بقى البسكوته من جوه بيضه اللي هي الساده العاديه، ومن بره الشوكولاته بني. هل يا ترى توقعي هيكون صح ولا لا؟ تعالوا نشوف. انا اخترت دي اللي هنجربها اهي، تعالوا نشوف بقى انا توقعي صح ولا لا. مبدئيا شكلها صايع قوي يا جماعه، واو شكلها جامد قوي. حق بقى لو طلع اللي انا بفكر فيه فظيعه. تعالوا بقى نجرب، لو طلع اللي انا بفكر فيه يبقى انا بقى بيرفكتو يعني. انا حاسس بنسبه كبيره هتطلع البسكوته اللي جوه بيضه. ولا فادي، اوه برافو. بسقف لنفسي لاني برافو. تويست مقلوبه اهي، البسكوته من جوه ساده فمن بره شوكولاته بني، ميكس ابن لذينه. تخيلوا يا جماعه، بصوا التويست ابن اللذينه ده، ميكس ابن لذينه ده يديك احساس انت عاش ابن لذينه. لا صيعه. انا عمال اقول ايه تويست دي، لا انا جبتها صح قوي. برافو عليا، برافو تحفه يا خبر. بصراحه يا جماعه الاحساس ابن لذينه، طعمها رهيب. واو ده دماغ.
وبرده طبقة الشوكولاتة سميكة وغنية، جميلة جميلة. ويمكن برضو الشوكولاتة البيضاء رغم ان الطبيعي لما بجربها من اي حتة بتبقى محلونة قوي اوفر، بس هنا يعني هي طبعا محلونة شوية برضو بس مش اوفر قوي، يعني مظبطينها شوية، مش اللي هي الحلوانة اللي تجزع، يعني مظبوطة شوية. طيب بس اصل عطشت انا، الحاجات يا جماعة اصل الحاجات اللي بالشوكولاتة دي بتعطش جامد بطريقة فظيعة. فمعلش هشرب بس ميه وراجع لكم تاني، اوعوا تمشوا، هزعل والله هزعل والله. ده انا بقالي 6 شهور غايب عنكم يا جماعه، هتزعلوني ليه؟ حبايبي يا جماعه. طيب المفروض فيه بقى بعد كده 32 قطعه بوتيفور ممتاز. طيب ده فين بقى؟ اهو هم 32 اهم يا جماعه قطعه بوتيفور ممتاز. شايفين اهو، بصوا من ورا افضل. بص الإضاءة ضاربة قوي في الكاميرا مش مبينة حاجة، معلش يا جماعة استحملوني. لسه بقى العودة ما أنا كأني لسه ببدأ يوتيوب من جديد. تمام. طب تعالوا نفتح ونشوف في ايه جواها. طبعا من الواضح ان هيبقى انواع كتير. ده بصوا اوريكم بصه بس شوفوا التشكيله، في حاجات فيها 2 وفي حاجات فيها 3. انا عديتهم يا جماعه طلعوا 32 بالظبط فعلا، هم 10 انواع مختلفين. ده كتير، دي الوحيده عايزه فيديو دي. يعني بصوا ده اول نوع كده قطعه معانا بوتيفور اهو، عليه شوكولاته وخطوط كده شوكولاته بيضه، يعني شكلها حلو حماسيه. تعالوا كده نشوف. حلوه من جوه اللي هي البسكوته البني، ممتازة جدا. أول قطعة ديت تحفة 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 يعني. بصوا يا جماعة النوع التاني بسكوتة سادة نجمة اهي، ونصها متغطية بالشوكولاتة، فكرة جامدة جدا برضو، شكلها حماسي جدا. تعالوا نشوفها كده. تحفة وطرية، البسكوتة طرية خالص، لا حلوة أوي أوي أوي. النوع التالت عبارة عن بسكوت بالشوكولاتة وعليها حاجة زي شوكولات شيبس بس مطحونة حتت صغيرة قوي، مش معمولة مكعبات زي اللي في الكوكيز. تعالوا كده نجربها. جامدة جدا جدا. لا وكمان ايه برضه بسكوتة بني من الداخل، لا حلوة قوي قوي. النوع التالت عايز اقول حاجة يا جماعة، ان الكعك ده يعني انا كنت جربت اللي هو الكعك بتاع الجمل، كعك الجمل حلو برضه في انواع كتير، بس عيبه حاجه ان بتبقى البسكوته جعاليص يعني تخينه قوي، واما تيجي تاكلها تحس ناشفه، يعني مش اللي هو طريه تدوب في بقك كده بسهوله، لا ناشفه جامده. فهنا البسكوت ميزته انه اخف شويه، بس الجمل بيعمل برضه يعني انواع كتير يمكن اكتر من دي كمان، هو كل واحد وليه مميزاته بقى. التاني بيعمل حاجات كتير لدرجه ان في بيعمل بسكوته عليها فستق كده متفتفت من فوق، فجميل جدا برضه. بس هي الفكره ان التاني صعب في الاكل، عايز معافره شويه، انما دي البسكوته دايبه كده في بقك وطريه ورفيعه. يعني هناك بقى في حاجات بقى عليها جوز وحاجات عليها مش عارف ايه، هنا يعني الفكر مختلف. ديت بوتيفور النجمة عليه لوتس، وانا بصراحة مش غاوي اللوتس، انا مش من هواة اللوتس اصلا يعني، عشان بحسه بسكوت محلون قوي زيادة عن اللزوم، ما بحبوش بصراحة، بس مفيش مانع ان نجرب. والله حلوة برضو رغم ان انا مش غاوي اللوتس يعني، بس يمكن هنا اصلي مش محلوينينه قوي. دي بقى النجمة اللي بالشوكولاتة، نفس النجمة اللي هي جربناها في الأول، بس بدل ما البسكوتة سادة لا البسكوتة إيه شوكولاتة. دي شكلها حماسي قوي 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 دي، ماشي نجرب. عسل قوي قوي، عسل قوي قوي، مفيش كلام بعد كده. في بقى دوت بسكوت اللي هو البسكوتين ولازقين في بعض، اللي هو بيلزقوها بالمربى كده، ومن بره متغطيه بشوكولاته ومن جوه شوكولاته بيضه، في حاجه مهرجاني يعني. بص عامله ازاي، بصوا 2 بيبقوا ملزوقين بمربى، معرفش مربى ولا ايه والله، بيبقوا لازقينهم بايه. بصوا بسكوت بني عادي، بس ايه هنا متغطيه بالشوكولاته ومن جواها فيه الدايره دي شوكولاته بيضه، جامده فكرتها جامده برضو. تعالوا كده نجربها.
لا هو واضح مش حاطين مربى، ده هم لازقينها بالشوكولاته نفسها. دي بالذات فيها حاجه ما عجبتنيش. طبقه الشوكولاته البيضاء سميكه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طيب يعني ايه المشكله يا عم فادي؟ المشكله ان انت بتاكل البسكوته نفسها طريه وجميله، وتلاقي الحته دي مجعلصه كده وصعبه في الاكل، فاهمني؟ فهي دي اللي مبوظه متعه الايه، القطعه ديت. فهي القطعه دي اول قطعه تعتبر ما عجبتنيش. تمام. طيب في بقى واحده تانية شبهها بس بسكوت ابيض وحاطين من جوه مربى. مفيش بقى شوكولاته هنا خالص، بسكوت ساده قطعتين ملزوقين في بعض زيها بس محطوط جوه ايه، مربى. تعالوا كده نشوف ديت. حلوه، هي حلوه برضو بس بصراحه مش مفضله بالنسبه لي، لان انا مش غاوي الحاجات اللي فيها ملبن او مربى. انا عملتها حتى في الجاتو، يعني الجاتو اللي بيبقى عليه مربى من فوق او فواكه او مش عارف ملبن، اصل اللي هو بيبقى عليه حاجات كده شبه المربى ايا كان هي ايه، يعني الحاجات دي انا مش غاويها ما بحبهاش. فهو طعمه مقبول عادي مش وحش، بس انا مش من هواة الحاجات دي. يعني اللي هو النجوم هي اللي متكرره، اللي هو النجمه اللي نصها شوكولاته بسكوته بيضه، والنجمه اللي نصها شوكولاته بسكوته بني، دي متكرره تاني. تمام. دي بقى نجمه بس عليها شوكولاته شيبس. بصوا شوكولاته شيبس اهي، شوكولاته شيبس بس متقطعه حتت صغيره قوي. انا ما اعرفش بصراحه هل لما الشوكولاته شيبس بيبقى متقطعه حتت صغيره قوي بيبقى ليها اسم تاني ولا هي شوكولاته شيبس برضه. ماشي تعالوا كده نجربها. عسل قوي بجد. بس في حاجه غريبه، البسكوته هنا ولا هي بيضه ولا هي بني. ايه ده؟ في افتر تيست ما عجبنيش، يعني بعد ما اكلتها لقيت حاجه ادت مراره كده غريبه. دي اول حاجه يحصل معايا كده. المهم يعني هنا في حاجه غريبه، البسكوته ولا هي بيضه ولا هي بني. يعني بصوا حتى لو جبت لكم الثلاثه جنب بعض، يعني زي ما تكون حاجة وسط بين البني والابيض. ما اعرفش مدينها اللون ده ازاي، بس ايا كان. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين اللي جايه دي، ده بسكوت باللوتس. بسكوت باللوتس. لوتس 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 محدش يتريق عليا يا جماعه، لوتس يعني بسكوته متغطيه بالشوكولاته البيضاء وعليها لوتس. لوتس ماشي نشوف كده. بيضة من جوه بس محلونه قوي قوي. ايه ده؟ لا لا لا، اوه بشع بشع. ليه؟ عارفين طلعت محلونه ليه؟ هي اصلا الشوكولاته البيضاء بطبيعتها محلونه واللوتس محلون. تخيل بقى اما يبقوا الاثنين في وقت واحد. بس هو المحلون اكتر الشوكولاته البيضاء. لا في دي وحشه قوي قوي قوي، محلونه بتجزع النفس، وحشه جدا جدا. دي ما عجبتنيش خالص بصراحه. ايه ده؟ ده كمان النوع ده متكرر. ده كده يبقى 9 انواع، بس في 3 انواع متكررين يبقوا 9. اللي ما عجبنيش منهم يعتبر يعني 2 أو 3 يعتبر. طيب عايزين بقى نرتب. يبقى المفروض ايه؟ ده كده خامس صنف خلصناه اهو، نحطه هنا. يبقى كده اذا يا جماعه النص ده بالكامل، بصوا كده خليكم معايا عشان تبقوا في الصوره. النص ده بالكامل جربناه بالكامل. دلوقتي بقى نخش فيه 16 قطعه بوتيفور مكسرات اهو، واضحه زي الشمس اهي. بوتيفور مكسرات. بصوا يا جماعه شكلها اهي. ايه ده؟ استنوني بقى، ما دي شبه الحاجات اللي انا بتكلم عنها اللي في الجمل. ايوه اهو، حاجات زي كده مثلا، اللي هو بيبقى بسكوت وعليه قطع فستق متفتفته كده، بس طبعا ما بيعملهاش نجوم، بيبقى عاملها بسكوت مدور. ما هو ده اللي بتكلم عليه. بس هو التاني بقى الجمل ما بيصنفهمش كده، ما بيصنفهمش بوتيفور ممتاز وبوتيفور مكسرات، هو بيسميها علبة بوتيفور مشكل وخلاص. طيب اول قطعه يا جماعه دي زي ما انتم شايفين، هي قطعه بسكوت بالشوكولاته وعليها قطع فستق، شكلها حلو قوي الصراحه. تعالوا كده نجربها. هي بسكوته بني من جوه. شوفوا هي حلوه بس المكسرات مش محسوسه، لان قطع الفستق قليله قوي فمش باينه اصلا. الشوكولاته مغطيه على الطعم، فدي تعتبر مش يعني حاطين عينات فستق حرفيا، انت تعدهم على الصوابع. انما بصوا التانيه بقى نجمه وعليها بندق. بصوا بالعبيط بصوا النجمه يا جماعه مترشقه بندق بصوا بندق في كل حته. هما بالعدد 6 انواع.
هي حلوه بس فيها حاجه غريبه، ان انا حاسس ان في شده ملبن جوه، يعني زي ما يكون فيها ملبن بسيط كده جوه، بس عادي يعني مديلها طعم حلو. حلوه دي، بس للاسف يعني متفتفته خالص. يا بصوا مش ماسكه حلقه، ده اتفتفتت لحتت كتير. مش مشكله ماشي. انا لاحظت حاجه، انا فهمت. بصوا يا جماعه هو عامل ايه. الحاجه اللي عليها مكسرات بس مرشقها مكسرات، انما الحاجه اللي متغطيه بالشوكولاته قصاد كده مقلل المكسرات. يعني بصوا دي متغطيه كوتد بالكامل شوكولاته بيضه، تلاقي المكسرات قليله جدا تتعدى على الصوابع حرفيا، زيها زي اول واحده اللي جربتها. بس الفرق الاولانيه كانت بالشوكولاته سمرة عاديه، انما دي شوكولاته ايه بيضه. برضه تعالى نجربها نشوف. وبيضه بقى من جوه بالكامل، شايفين؟ بيضه خالص اهي. بصراحه مش عجباني، حلوله قوي قوي قوي. طيب اللي بعد كده بسكوته مترشقه بندق، دي شكلها جامده قوي وحماسي قوي قوي قوي. بصوا عامله ازاي، بس البسكوته نفسها ايه بني، في ملبن فعلا جوه. على فكره مديلها مزازه برضه، يعني تقريبا الملبن ده ممكن يكونوا اللي ملزقين بالمكسرات. حلوه حلوه قوي دي. خلاص ما عادش الا نوعين. دي حلوه قوي، نجمه مترشقه فستق. على فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، الفستق هو اللي هو بيسموه البيستاشيو، يعني اصلا فستق بالعربي معناه بالانجليزي بيستاشيو، بس المطاعم والحلوانيه والحاجات ديت بيستخدموها اكتر في الفستق السايل اللي هم اللي بيسيحوه ده ويبقى صوص اخضر كده. انما هو الفستق نفسه، حتى لو حبات الفستق كامله بقشرتها ممكن يتقال عليها بيستاشيو، بس هو الاستخدام الدارج اكتر صوص الفستق هو اللي بيسموه البيستاشيو. حلوة بس شوية تحس الملبن ده بيبوظ لك الإحساس بالمكسرات، يعني بتحسه بسكوت بالملبن أكتر. أنا معرفش إيه ده، يعني ليه بيعملوا كده. بصوا يا جماعة لما يكونوا مغطيين الحاجة بالشوكولاتة بيقللوا المكسرات قوي قوي. بصوا هنا ده آخر نوع في البسكوت اللي هو اللي بوتيفور مكسرات. دي شكلها جامدة قوي برضو بالبندق، بسكوتة مشكلطة بالبندق. بني، بسكوتة بني. حلوة قوي دي برضو. يمكن مكسرات هي قليلة بس برضو مش قليلة قوي زي أول نوع، يعني مش معقولة. بس برضو اللي أنا ملاحظه إن البسكوت بيفتفت جامد، يعني مش ماسك حيله كده. هو حلو طبعا إن البسكوت يكون طري، بس يكون طري متماسك شوية، مش اللي هو طري تلاقيه تيجي تاكل حتى تلاقي خلاص البسكوتة ثابت خالص، لا يعني. طيب خلاص كده جربنا البسكوت بصوا بقى نخش على الكعك. الحاجة الوحيدة تخيلوا اللي مكتوب عليها اسمها هي الكعك بأنواعه. اللي عارفين ليه؟ عشان كلهم نفس الشكل، فما تعرفش تفرق الا لما تدوق. انما باقي الحاجات هي اصلا بديهيا باينه، مش محتاجين يكتبوا الاسم يعني. اوكي طيب، في عندنا اول حاجه في انواع الكعك بقى 16 كعك ساده اهوت. 16 كعك ساده مكتوب عليه يا جماعه فوق زي ما انتم شايفين اهو. تمام، ده الكعك الايه الساده. طيب تعالوا نفتح كده ونشوف. انقلكوا كعكايه حلوه اهي. هو الكعك واضح ان ده في واحده مكسوره جوه، يعني بصوا مكسوره من غير ما اعمل لها اي حاجه. هو طري زياده عن اللزوم. طبعا هم والعلبه دي اجمد حاجه يا جماعه بصراحه بتعجبني في العبد، ان بيحط العلبه دي عشان نحط جواها السكر والحاجات دي. بصراحه العلبه دي بتعجبني قوي قوي قوي. وبتبقى ايه احلى حاجه بقى، ان بتبقى في حته بصوا مفتوحه اللي هي تنزل كميات كبيره، وبالجنب التاني بتبقى مخربة عشان تنزل بالتنقيط فحاجات صغيرة. يعني عارفين العلب دي بنستخدمها في ايه في البيت؟ خليناها ملح وفلفل وكمون، ولذيذ اصلي في الحاجات دي قوي. طبعا السكر اهو، مع ان اللي يشوفني كده يفكر ان انا بحضر بودره ولا يا جدعان ده سكر يا جدعان، ما تدوناش في ده يا جدعان، ده سكر والله سكر. بصوا يا جماعه اول حاجه الكعكايه عجباني في ايه؟ ان عليها نقوش كده فظيعه. تعالوا بقى نديها سكر. والله اللقطه دي لازم تبقى قدام الكاميرا لايف. اهو يلا مش مشكله، هنبهدل الترابيزه مش مشكله عادي.
هو العيد ما ينفعش الا كده يا جماعه، لازم افرحكم كده وابسطكم في العيد كده ويشهيص الدنيا. بصوا الكعكه بقت عامله ازاي، كل ده سكر ليه؟ طب ليه؟ ليه اصلا؟ انا ما ايه ده؟ طب انتوا تعرفوا يا جماعه ان الكعك ده اللي بسكر ده اصلا مسكر من غير ما تحط له سكر، لدرجه انا احب اكل الكعك اللي بسكر ايه من غير سكر. بصراحه السكر اللي فوق ده بيبوظ الاحساس بالكعك، بكلمكم بامانه. لا ده انا هجرب لكم في حته مكسوره اهي، احلى بكتير ان انت تاكل الكعك اللي بسكر من غير ما تحط عليه السكر البودره، اطعم بكتير جدا. طيب يبقى كده اول نوع. هو عجبني ان هو متماسك وحلو وفي نفس الوقت طري قوي، ما كانش فيه غير واحده بس مكسوره. ده خلاص يا جماعه احنا بنشطب، ما عادش فيه غير 3 انواع خلاص. النوع اللي بعد كده 8 قطع كعك ملبن. كعك ملبن اهو مكتوب اهو، كعك ملبن اهو مكتوبه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، وبرده معاك السكر. هناخد كده واحده حلوه اهي، بصوا هي نفس الشكل ونفس النقوشات اللي فوق ديت تمام، بس هي طبعا هيبقى فيها ايه ملبن ايه. بس لا بصوا دي يا جماعه، بصوا انا بفتحها بس بصوا للاسف بصوا ايه ده ايه ده مش كله يعني. الكعك مفتفت قوي رغم انه طعم جدا جدا، طعم جدا وسكره مظبوط وهادي ولذيذ. بس هي الفكره كلها تيجي تاكل البسكوت تلاقيها اتفتفتت كده في ايدك من غير ما اعمل اي حاجه. دي بجد حاجه من الحاجات اللي بتضايقني جدا جدا في الكعك بتاع العبد بصراحه. في 8 قطع عن جمل بالعجميه اهي يا جماعه، مكتوب عليه عن جمل ملبن عن جمل بالعجميه. العجميه مالها بالعجوه برضو نفس النقشه. البسكوته في ظاهرها تلاقيها متماسكه، تيجي تاكلها تتفاجأ بقى ايه ده، ولا في عجميه ولا في عين جمل. نكمل نخش تاني شويه ولا ايه؟ برضه لسه. طب هنوصل للعجميه امتى؟ يا فاكر يا رب البسكوته طارت. يعني بصوا حتى هي شكلها من جوه عامله ازاي، انا عايز اوريكم يا جدعان. لا بجد ايه ده، لا ايه ده البسكوته سايبه خالص يا جدعان، يعني مش معقول كده. اسوأ حاجه في العبد حرفيا بصراحه الكعك، مع ان الكعك على فكره اسمه كحك. انا من الناس اللي بقول عليه كعك، هو اسمه كحك. الكعك ده اللي في النتيجه. لا مؤاخذه يا جدعان، بهزر معاك مين. بصوا هو في مكسرات، في بوادر مكسرات ظهرت، انما ما اعرفش هل العجميه جواها ولا ايه اللي جواها ده، والله يا جماعه مش عارف. وهي حاسه العجميه دي حاجه زي ما تكون زي الملبن بس ناشف شويه. هو اسوأ نوع من حيث اللي بيتفتفت خالص، وعلى فكره كميه المكسرات ضعيفه جدا جدا. كعك بالذات تهريج، لا بصراحه حرام والله العظيم. على فكره العلبه غاليه مش رخيصه، ده ب 1100 جنيه. لما تبقى علبه ب 1100 جنيه والكعكه لمه حتت كده حرام والله. هو في بقى انا بقول لكم بصراحه، هو في ميزه عن الكعك والحاجات بتاعه الجمل ان هو طري كده وخفيف في الاكل، ودي حاجه حلوه. بس برضه ما تبقاش الحاجه بتفتفت كده بالطريقه دي. طعم الكعك نفسه لا جدال عليه، طعمه ممتاز خطير جدا، بس ما تعرفش تستمتع بيه. انت الكعكه بس يا دوبك تيجي تدوقها تلاقي الكعكه هربت خلاص طارت على الارض. ايه ده ليه كده؟ لما بحثت على العجميه بيقول لك ده حشو تقليدي في الكعك، بيبقى حاجه بتمتاز بقوامها اللزج وطعمها العسلي الغني. هي انا اللي حسيته اقرب وصف بصراحه حسب اللي انا جربته، هو بالظبط كانه ملبن بس ملبن ناشف، مش ملبن اللي هو طري، لا ملبن ناشف. وطعمه احلى من الملبن الطري يعني. اخر حاجه بقى ونختم الفيديو دوت، 18 قطعه غريبه لوز، ده هتبقى ختم لوز خالص. عارفين يا جماعه بصوا اول ما حطيتها في الكاميرا فصلت. ما اعرفش مسك الختام ده ولا ايه. اول ما حطيتها في الكاميرا لقيت الكاميرا فصلت. تمنتاشر قطعه فعلا. تعالوا كده اللوزه هربت، انا لسه عملت حاجه شايفين حاجه اللوز مفيش بعد كده. طيب تعالوا كده ندوق ونشوف.
الغريبة من نوع اللي هي مش طرية خالص، لا تحسها ايه ناشفة سنة صغيرة. هو دي حاجة تخضع برضو لوجهات النظر، يعني في ناس تحب الغريبة ان هي تكون كده اصلا، فهي عامة الغريبة نفسها ما نقدرش نقول وحشة، هي حلوة تمام. بالعكس ده هي كده تعتبر عشان تبقى متماسكة وما تتفتفتش بسهولة، يعني الغريبة ما بتتفتفتش هي. بس اللي ما عجبنيش ان اللوزة ناشفة، عارفين اللي هو يعني، لا فيه وفيه. لا الغريبة باللوز تعتبر حلوة، لا متماسكة، واللوزة ما فيهاش حاجة ان اللوزة تكون ناشفة شوية وبتقرمش كده، لا عادي عادي، دي ما فيهاش حاجه، دي ما هو اللوز بطبيعته كده اصلا. بالعكس ده هو اللوز لما يكون كده معناه انه لوز طازه حلو، لان اللوز لما بيبات او بيقعد مدة كبيره بيطرى خالص. فلا لا لا, لا. الغريبه تعتبر ممتازه، ما فيهاش لا ما عليهاش كلام الغريبه، لا الغريبه تعتبر ممتازه. زي ما قلت لكم يا جماعه ده ما كانش فيديو تجربه كحك، ده كان فيديو عوده بعيد عليكم. احكوا لي بقى في الكومنتات بقى، اكتبوا لي بتعملوا ايه في العيد، وكنتوا بتعملوا ايه وقت ما شفتوا الاشعار بتاع الفيديو دوت، وحسيتوا بايه، يا ترى اتبسطتوا لما شفتوا الاشعار؟ اكتبوا لي بجد كلها، شاركوا معايا كده يا جماعه، انتوا وحشتوني بجد، وحشتوني بجد بجد بجد، لدرجه ان انا قلت لازم اعمل لكم فيديو في العيد ان شاء الله، حتى اطلع اسلم عليكم حبايبي بجد يا جدعان، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين.